وبيبدأ الفيلم مع بنت اسمها هنا واقفة في المطبخ بتفتح علبة وبتطلع منها سكينة كبيرة جدا وبتمشي بيها ناحية بنت تانية وكأنها فعلا ناوية تقتلها. وفي نفس الوقت في شخص غريب بيتابع اللي بيحصل من خلال كاميرات المراقبة، وفجأة المشهد ده بيرجع شوية لورا وبنشوف إن هنا في الحقيقة كانت شغالة في مطبخها على وصفة جديدة وبتسجل كل خطوة وكل المكونات علشان تنشرهم في كتاب خاص بيها، وكمان بتاخد صور لكل مرحلة. واضح جدا إنها محترفة تصوير وبتعرف تطلع صور كويسة جدا. وهنا بترن على صاحب دار النشر برنت وهو بيقول لها إن العميل معجب جدا بالصور اللي بتاخدها للمنتجات، ولكن لما بتسأله عن رأيه في كتاب الطبخ اللي نفسها تعمله بيرد عليها إن الكتاب ده مش عاجبه خالص لأن ما فيهوش أي حاجة جديدة وكل الوصفات قديمة ومتكررة. وبيقول لها كمان إن رده حاليا هو الرفض، لكن قدامها شهر تحاول تطور المحتوى وتقدم حاجة مختلفة. وبعدها بيقفل الخط وهنا بتبص على العيش اللي كانت خبزته وبتلاقيه طالع من الفرن وشكله بايظ ومش صالح للأكل خالص. وفي نفس اليوم إيفان بيروح لها البيت وبيوافق يتفرج معاها على قصص جرائم قتل لأنها مهووسة بالنوع ده من الحكايات، وإيفان واضح إنه معجب بيها لكن هنا مش مركزة معاه خالص. وبعد العشاء بيحاول يفتح معاه كلام لكنه بيلاحظ إنها متوترة جدا بسبب موضوع الكتاب وإنها محتاجة تطوره وتحط فيه أحسن وصفات عندها، وبيحاول يهون عليها وبيفكرها إنها كانت اتجهت قبل كده للتصوير وكانت متميزة فيه جدا حتى لو ما كملتش فيه، لكنها على الأقل اكتسبت خبرة جديدة ولسه قدامها فرص تتعلم أكتر. وهنا بتبقى مش مهتمة بكلامه ومش عاجبها الكلام خالص، فبيضطر إيفان يقوم ويمشي. وبعد ما بيمشي هنا بتكمل تصوير وصفات الطبخ بتاعتها وبتبقى متضايقة جدا وبتحس كأنها شايفة قدامها جثة برنت صاحب دار النشر. وهي في وسط الشغل حد بيخبط على الباب وبتطلع جارتها الجديدة ميلر وبتطلب منها تستخدم الحمام لأن عندها مشكلة في شقتها، وهنا بتوافق تدخلها. وبعد ما بتخرج ميلر من الحمام وبتشكرها الاتنين بيتعرفوا على بعض أكتر، وميلر بتطلع مصممة أزياء وبتشوف معدات التصوير الاحترافية عند هنا وبتعجب بيها جدا وبتعرض عليها تصور التصميمات الجديدة اللي ناوية تنزلها. وهنا بتبدأ تتخيل نفسها كأنها صياد قدام فريسة جديدة وبتوافق على عرض ميلر. ولما بتدخل هنا الحمام بعد ميلر ما بتمشي بتفضل تتخيل نفسها وهي بتخطط وبتقتل كل الناس اللي بيضايقوها، وبعدها بتروح تنام وبتشغل رواية صوتية عن قاتل متسلسل بيقتل ضحاياه بعد ما بياكل معاهم، وبتعيش بكل خيالها في تفاصيل القصة وده بسبب حبها في قصص القتلة المتسلسلين. وتاني يوم إيفان بيكلمها علشان يتعشى معاها وده بيكون وقتهم المعتاد لمشاهدة المسلسلات البوليسية، لكنه بيلاحظ إن هنا ماسكة الموبايل ومش مركزة في المشاهدة فبيطلب منها تسيبه شوية وبيقول لها إنه عايز عصير كمان. وأول ما بتقوم بيمسك تليفونها وبيكتشف إنها كانت بتسمع روايات عن قاتل متسلسل، لكنها بترجع وبتشوف إنه قلب في تليفونها فبيقول إنه كان بيشوف الساعة وبتقفل المسلسل. وقبل ما بيمشي بيقترح إيفان عليها لعبة يلعبوها سوا، وهنا بتقعد وبتغمض عينيها وإيفان بيبدأ يحكي زي أسلوب الروايات اللي هي بتحبها. بيقول كمان إن في قاتل قريب منها وإنها لوحدها في المكان ومفيش أي نور حواليها غير شمعة بس، والقاتل لسه حر وطليق. وهنا بتقاطعه بتقول إنها شايفة إن القاتل المفروض يكون ست. وإيفان بيكمل القصة وبيقول إن القاتلة معاها سلاح وبيمسك مطرقة اللحمة وبيخبط بيها في كل حتة. ولما بيجي يختار اسم الضحية هنا بتقول إنها بتفضل اسم ميلر. وبيكمل إيفان الحكاية وبيقول إن القاتلة دخلت شقة ميلر وكانت لوحدها وبيقرب من هنا وبيمثل إنه هيقتلها بالمطرقة، لكن هنا بتقاطعه وبتقول إن جه دورها هي تمثل دور القاتلة. وإيفان بيمسك دور ميلر وبيقعد على الكرسي وبيغمض عينه. وهنا بتبدأ تحكي إن القاتلة والضحية كانوا صحاب وإنها عزمت الضحية على العشاء في بيتها، لكن الحقيقة إن القاتلة كانت حاطة منوم في الأكل ولما الضحية فقدت الوعي قامت عليها وقتلتها. وإيفان بيبدأ يقلق فعلا وابتدى يخاف، وخصوصا إن هنا وهي بتمثل كانت ماسكة أدوات حقيقية مش هزار. ساعتها بيقول لها إنه ما كانش متخيل إنها مهووسة بالروايات بالشكل الفظيع ده وإنه غلط لما فتح موبايلها. وهنا بتعرف إنه فتش فيه فبيعتذر لها وبيقول لها إنه عايز يشوفها تاني ويصلح اللي حصل. وبعد ما بيمشي بيبقى واضح جدا إن هنا متأثرة باللعبة ومش واخداها كهزار خالص. وتاني يوم بتحاول تعمل العيش مرة تانية لكن بيطلع ناشف جدا وصلب ومش بيتقطع بسهولة وبتفشل فيه للمرة التانية. وهي واقفة الباب بيخبط وبتطلع ميلر تاني وبتطلب تستخدم الحمام وهنا بتوافق. وبعد ما بتخرج بتشكرها ميلر وبتكون خلاص خارجة. هنا بتقول لها إنها ممكن تيجي في أي وقت علشان تصور تصميماتها، وميلر بتتحمس وبتطلع الهدوم بسرعة وبيبدأوا التصوير فعلا وبيقضوا وقت ممتع جدا مع بعض. وهنا بتجرب واحد من الفساتين وميلر بتساعدها بوضعيات التصوير. واضح جدا إن ميلر بتحاول تقرب منها وتبقى صاحبتها بأي طريقة. وفي الوقت ده إيفان بيوصل وبيشوف هنا لابسة الفستان وبيبص لها بنظرات إعجاب وبيعجب بيها أكتر. أول ما بيعرف
إن اسم الجارة ميلر بيتفاجئ شوية، لكنه ما بيجيبش سيرة لعبة القتل اللي كانوا مستخدمين اسمها فيها. وبعد ما بتمشي ميلر بيسأل هانا إيه اللي بيحصل، فبترد عليه رد غريب جدا إن لازم تتعرف كويس على ضحيتك. وإيفان بيفتكر إنها لسه بتكمل اللعبة، وبيكون جايب معاه هدية وبيقدمها لها، لكنها ما بتهتمش وما بتفتحش الهدية. ولما بيجي يقطع العيش بيلاقيه ناشف جدا ومش نافع، فبيسيبه وبياكل أي حاجة تانية. وبعد الأكل بيجيب شمعة وبيطفي كل النور، وبيبدأ يقول لهانا إنه شاكك إن في سبب تاني ورا دخول ميلر بيتها كل شوية. وهانا بتأكد له إن ميلر ملهاش أي علاقة بأي لعبة قتل، وإنها مجرد جارة عادية جدا. وإيفان بيقترح إنه يبقى شريكها في الجريمة، ويقول إن أسلوبها فيه ثغرات كتير، وزي إنها مش هتعرف تتخلص من الجثة أو توفر لنفسها حجة غياب. وبيبدأ يكمل اللعبة وبيقول إن القاتلة لازم تجمع أكبر قدر من المعلومات عن الضحية وشغلها وتحركاتها. لكن هانا بترد وبتدافع عن نفسها إنها مش محتاجة شريك، ولو في شريك لازم يثبت ولاؤه الأول. وبيقترح عليها طرق للتخلص من الضحية، وبيقعدوا يفكروا سوا بعد ما يسمموا الضحية هيعملوا إيه وهيتخلصوا إزاي من الجثة. فبيقترحوا إنهم يفرموا الجثة لكن معهمش الأدوات، أو يحرقوها مثلا، لكن الدخان هيكشفهم قدام الجيران. وهنا بتقترح إنهم يدفنوها تحت مقبرة قديمة، وبكده الشرطة مش هتعرف توصل للجثة. وفجأة بيقطع كلامهم اتصال من برنت اللي بيبلغ هانا إن كتابها اترفض رسميا، وإنه هيدور على مؤلف تاني. وبتحاول تاخد منه مهلة كام يوم بس، لكنه بيرفض. وبعد المكالمة إيفان بيحاول يعرف منها إذا كانت بتحبه فعلا ولا لأ، لكنها بترفض ترد، والإحباط بيبان عليه جدا. وهنا بتقوم تجيب له كوباية مشروب وبتقول له إنها ممكن تحاول تديله فرصة تانية. وبيشرب إيفان، وبعد شوية بيبدأ يحس بدوخة وبيفقد تركيزه. وساعتها هنا بتقول إن لعبة القتل بالنسبة لها ما كانتش مجرد لعبة. وإيفان بيحس بإحباط كبير جدا لما بترفض تقول أي حاجة كويسة ناحيته، وبيتوتر وبيخاف منها، وبيهدد إنه هيروح يقول لميلر على لعبة الموت اللي كانوا بيلعبوها. لكن قبل ما يعمل أي حاجة بيبدأ يفقد الوعي خالص. وهنا بتكون خلاص حطت له المنوم في المشروب وبدأت تنفذ خطتها. ولما بيفوق إيفان بيلاقي نفسه مربوط في الكرسي ومش فاهم اللي بيحصل، وهل ده لسه في إطار اللعبة ولا الموضوع قلب بجد. الحقيقة مرعبة، وهنا ما بتديش لإيفان أي إجابة واضحة. وكل ما بيسألها إذا كان في طريقة يرجع ثقتها فيه بترد عليه ببرود إن خطتها هتمشي زي ما هي من غير أي تغيير. وإيفان فجأة بيلاحظ إن في كاميرا متثبتة في المكان وبتسجل كل حاجة بتحصل، فبتقول إنها محتاجة صورة قوية جدا ومختلفة لغلاف كتابها. ساعتها بتفتكر الهدية اللي كان جابها لها وبتفتحها، وبتلاقي إنه جاب لها سكينة مميزة جدا وشكلها احترافي قوي. وهنا بتبدأ تحضر العشاء، لكن إيفان بيتفاجئ لما بيعرف إن الأكل مش ليهم، ده معمول علشان ميلر وإنها على وصول. وهنا بتنقله لمكان تاني وبتقيده كويس وبتخليه قدام شاشة يراقب من خلال كاميرات المراقبة، وكمان بتكتم صوته علشان ما يقدرش ينبه حد، وبتسيبه يتفرج على اللي هيحصل. وبعد شوية بتوصل ميلر وبتنزل هانا تستقبلها بكل هدوء، وبتقعد تاكل معاها عادي جدا، وبتوريها الصور اللي كانت مصوراها قبل كده. وطول القعدة وهانا بتقول إن ميلر مميزة جدا، وإن صاحبها السابق كان شخص فاسد ومش مقدرها. وإيفان من فوق بيحاول يلاقي أي طريقة يهرب بيها، فبيحاول يوقع الكوباية اللي جنب المكتب، والكوباية بتقع وتتكسر، والصوت بيشتت ميلر وبتحس إن في حد موجود معاهم. وهنا وهي بتتحرك بتجرح نفسها جرح بسيط. وقبل ما إيفان يعرف يتصرف بيسمع هانا وهي بتقول لميلر إن إيفان شخص فاشل تايه ومش عارف هو عايز إيه من حياته، وإنها مش شايفاه مناسب ليها. وبعدها بتقوم وبتمسك السكينة اللي هو جابها لها هدية وبتقف قدام ميلر وكأنها على وشك إنها تقتلها. وفي اللحظة دي إيفان بسرعة بياخد حتة إزاز من الكوباية المكسورة وبيحاول يقطع بيها الحبل اللي مربوط بيه، لكن فجأة هانا بتمنع نفسها وبتقول لميلر إنها تعبانة شوية الفترة دي ومش مركزة كويس، وإنها محتاجة تهدى شوية. وميلر ما بتضغطش عليها، وهنا بيبان عليها إحساس بالذنب بسبب المخدر اللي حطته لها في الأكل. في الوقت ده إيفان بينجح يفك إيده وبينزل بسرعة يلحق ميلر، فبيلاقيها فقدت الوعي. وقبل ما يدخل علشان ينقذها بيفتكر إنها ماتت، لكن هانا بتبقى هادية جدا وبتقوله إن ميلر شربت زيادة شوية وتعبت ونامت بس مش أكتر، وبتهدي الموقف وبتنقلها لمكان تاني. وإيفان بيبقى متأكد إن هانا هي السبب في اللي حصل، وبيسألها ليه قالت عنه الكلام الوحش ده وليه وصفته بالفاشل، وقالت إنها مش بتحبه. وبيبدأ يواجهها وبيقول إنه حاسس إنها بتستمتع بتعذيب الناس نفسيا، وهنا بتتهرب من الرد وده بيعصبه أكتر. وبيطلع وراها وبيحاول يعتذر لها وبيقول إنه عايز يفتح معاها صفحة جديدة ويبدأوا من الأول. وفي الأول بترفض لكنه بيفضل مصر، وفي الآخر بيبان إنها وافقت. وبتمر الأيام وبيوصل طرد على البيت بتفتحه هنا وبتلاقي فيه النسخة الأولى المطبوعة من كتاب الطبخ بتاعها، وبتمسكه بإيدها وبتفتكر إزاي بدأت تكتب الكتاب ده من الأساس، وإنها كانت بتقتل الناس علشان تختبر قوة وصفاتها عليهم بعد ما بيجربوها، وكل وصفة كانت تجربة حقيقية. وبيبان في الأم وهنا بتكون مخططة لأنه لما يطلع وراها على السلم
وبتستغل نقطة ضعفه إنه بيحبها جدا وبتزقه على العيش الصلب اللي كانت خبزته قبل كده، وبيخترق جسمه وبيموت. آخر إن إيفن كان آخر تجربة في الكتاب وآخر واحد دخل ضمن الوصفة دي. ولهنا بيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيديو ياريت تعملنا لايك واشتراك للقناة علشان يوصلك كل جديد، ودعمك بيفرق معنا جدا. وبس كده، اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.